وتعطيها لواحد كيدير التيك توك في 2025 فقتي جي دخل ريب. نوريكم الفيديو. سؤال هذاك القصر مثلا كون كانت بانيه فرنسا غنريبوه، ما فيهاش اعتداء مادي على ارض الدوله. وانا ما عرفتش شكون اللي عنده الرغبه اش غيستافد باش غتشد وتجمع لي هذا الملف مع ملف مبدع. وانا عندي شواهد ملكيه. حرام هادشي والله العظيم الا حرام. ها شهاده الملكيه ها هي في اسم السيد المعني بالامر. ها شهاده الملكيه إينيك. علاش غتدخل معاه انت شي شخص اخر وهذاك الشخص حرام تا هو كاع مسكين الله يعاونو بداك الملف ديالو تا هو باش كيفاش غتخرج ليه القضيه. شكون عنده مصلحه ترويج هاد الاكاذيب؟ ما عرفتش. لا هو ما لا ولكن راه خرجوا محاضر. حنا راه خدينا محاضر خرجوا باش غنبداو خصومه مع العماله حشومه كاع. تبدا تخرج محاضر حشومه. واش المحاضر ما بلغتيهمش للشخص المعني بالامر وتعطيهم لواحد تيك توكر كيجي كيتكلم بهم؟ تيش وتعطيها لواحد كيدير التيك توك. اسمحوا لي كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. لاجل ذلك حنا غادي نمشيو للقضاء ولنا ثقه فيه ولنا ثقه ايضا في بعض العقلاء في هذا البلد. حتى وزاره الداخليه فيها عقلاء كيعرفوا كاين شي حويجات ينبغي ان تؤخذ باللين. كاين شي حويجات نلقاو لها حل ونقدروا كاملين نلقاو الصياغ. دابا انا نسولكم واحد السؤال. هذاك القصر مثلا كون كانت بانيه فرنسا غنريبوه ولا غنعتبروه معلمه؟ واخا يكون في ارض فلاحيه واخا يكون وسط غابه غنتعاملوا معاه كمعلمه. وهذا الشخص اللي حاول انه يدير واحد البنايه جميله تحت انظاركم 6 سنين، كنتكلم على 6 سنين. من الناحيه القانونيه انا اقول بان المخالفه تتقادم. هناك توجه لمحكمه النقد احترمه، ولكن هذا التوجه ليس تشريعا، يبقى توجه له في ميزان الترجيح له ما له، ولكن النص القانوني يغلب عليه. النص القانوني يفوقه. اذا انا في القانون عندي المخالفه فيها عام. انت درتي محضر ديال معاينه درتيه في 2021 عاودتي محضر في 2024. اش من محضر معاينه اعتمدتي على هذاك الهدم ديال 2024 على المحضر ديال 2021. هاد 21 وحيل على القضاء. اش قال فيه القضاء؟ يرجع الى الحاله الى ما كانت عليه. اش دار السيد؟ دار تنفيذ تلقائي. جيتي انت كسلطه عاينتي بانه السيد راه نفذ تلقائيا. ايوا اش بغيتي؟ في 2025 فقتي جي دخل ريب. غنوريكم الفيديو وعندنا فيديوهات خطيره حنا غنعرضوهم على القضاء. غنوريكم واحد الفيديو اللي كيبين عمليه الاقتحام. غنشوفوا الوثائق السيكا في الوثائق كاين اللي غنعطيك وكاين اللي ما غنقدرش نعطيك. غنعطيها للقضاء. السنه اللي دخل القضاء هذا واش تبغي نعرضوا عليكم تشوفوه؟ هذا فيديو ديال واش هذيك البنايه شكلت شي خطر على شي حد؟ ضرر منها شي حد؟ كاينه شي شكايه ديال شي حد؟ حجبت الرؤيه على شي حد؟ 2023 كيديروا هما محضر كيقولوا السيد راه الدم وصلاح. هما في 2024 كيديروا محضر ديال الهدم باش من معاينه بالمعاينه ديال 2021. الله يا ودي انت في 2023 كتقول راني صلحت وراني قاديت الامور ديالي. في 2024 كتبني عليه على 21 وما كتبلغوش ليا وكتجي كترتب عليه اثار في 2025 في ظروف لا يعلم من وراءها او من له مصلحه فيها او من الدافع او من ما هو الباعث او السبب. واش كاين تما واش هذيك البنايه شكلت شي خطر على شي حد؟ ضرر منها شي حد؟ كاينه شي شكايه ديال شي حد؟ حجبت الرؤيه على شي حد؟ شكلت شي امر خطير على المجتمع على شي حد؟ لا. اذا فين هو عنصر الاستعجال الذي دعاك ايها المسؤول انك لا ترحم ولا تعطي لهذا الشخص فقط 48 ساعه اللي وما احترمتيش الفصول ديال 66 و 68 ديال قانون التعمير وما احترمتيش واحد النوع ديال التراتبيه ديال الزمن اللي كينص عليه القانون. اذا سمحوا لي انا اتكلم بهذه الحرقه لانه صراحه نحن نؤمن بالفضيله ونؤمن بمجموعه من القيم المثلى. لاجل ذلك
اعتقد على ان مساله رفض هو التبليغ ليه. الحال انه السيد كاين وكاين العمال ديالو والمحل، وجيتي يا صاحبي كنتكلموا على الشطاطه صاحبي، جيتي واخا ما كاين حتى شي مشكل، بغيتي تهدم، بغيتي تفرع، بغيتي تقلع الشجر والنخل والحجر والشجر، قلعتي كل شيء، المكانه ديال الدوله جديتيها.